مدينة القصر الكبير البارح غرقات ولات كتبان بحال شي مسبح كبير. المهم الخوت اليوم ما غاديش نزوق معكم في الهضره، اللي شافوا الفيديوهات ديال هاد الايامات اللي دازو غادي يعرفوني على جداوي، حيت الصراحه راه ما كانتش غير الشتا عاديه. تخيل معايا الشتا تهبط لك حتى لدارك وتدخل لك حتى فراسك، وهاد لوكوس اللي كان ديما ناعس خرج للديور ديال الناس وبدا كيغرق فيهم. وبلا ما ندوي على الطوموبيلات اللي ولاو غاديين فوق الماء بحال شي باطوات. واش بصح المدينه غتمشي فيها؟ وكيفاش تعاملوا الناس ديال السلطات والشباب ديال المدينه مع هاد القضيه هادي؟ ولله الحمد راه مازال ما تسجلت حتى شي حاله وفاه لحد الساعه. والاهم من هادشي كامل، واش الخطر داز ولا السوايع اللي جايين مازال مخبي لينا ما كفاس، حيت الارصاد الجويه مازال كيلوحوا نشرات كتخلع. ما عليك الا دابا تكون معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرف شنو طرا في الليله اللي غنسميوها ليله الجحيم في مدينه القصر الكبير. وما تنساش حاول تبارطاجي الماكسيموم باش كلشي يعرف وكلشي يستافد. ونبداو على بركه الله. اللي كنهضروا عليه هل فين وصلني الشكمه ديال الكاميو ما بقاتش كتسيبورتي، دائما واقف الكاميو كيدير هذه الحركه هذه باش ما يدخلوش لنا. اللي عنده شي كاميو يتواصل معايا، يعطيني نمرتو، يعطيني اي حاجه، يجيو هنا ندخلوا نجبدوا الناس. الله يجازيكم بخير، عاونونا غير بالبارت. الله يجازيكم بخير، الامر مستعجل خاطر بابا خويا المنازل ديالكم. يا الباب مشال سير بعد الكراج نشوفوا الكراج. انا بعدا نشوفوا الموطور كيغرق الناس صاحبي. احبس عاهنا راه وقع واحد الانهيار كبير بزاف هنا قرب هاد الساكه اللي كاينه في مشهد. هبط الجبل، ها هو كيف كتشوفوا هنا هذا الجبل هبط. راه الطوموبيلات غارقين، هاد التراكتر هاد الراجل الله يهديه راه هو غادي يفيك كلهم غرقوا. انا كنعاود نذكر لا بوزيسيون ديالي، انا حاليا في الحي. السري طاحت هاد الايام في اقليم العرايش وفي القصر الكبير ما كانتش عاديه، والكميه ديال الماء اللي نزلات في 3 سوايع كانت نورمالمون كتنزل في 3 شهور. وهذا الشيء كيتسمى في العلم الحديث بالقنابل المائيه. غنشرحها لكم بالدارجه باش كلشي يفهمني. بحال شي غمامه كتمشي لواحد البلاصه بالضبط وتخوي كاع اللي في كرشه ديال الماء. وهنا بطبيعه الحال القوادات ولا الصرف الصحي ما قدروش يتحملوا هذا الكم الهائل ديال الماء. عندك ولاد حميد والشريعه وحي السلام، هاد البلايص هادو ولاو بحال البندقيه اللي كاينه في الطاليان. غا هي البندقيه اللي في الطاليان عامره بالماء، وهاد البلايص هادو ولاو عامرين بالغيث. وهنا فين غادي يبانوا الرجال الحقيقيين، لا الباشا ولا القيد، لا السلطات المحليه لا المخازنيه. وما غاديش نقول لكم غير السلطات اللي كانوا في هذا الشيء، حتى الشباب ديال المدينه بشهاده المواطنين كيقول لك اسيدي كنا كنشوفوا بنادم بالتراكسات بالكاميوات كيحاولوا يحلوا الطريق ويصرحوا القوادس، والبومبات الكبار اللي كمصوا الماء من وسط الديور ويخرجوا للشارع. واللي عجبني بزاف هما ولاد الحومه القصر الكبير، اللي عنده شي دجاج كيخرجوا، اللي عنده شي تراكس خرجها. وهذا التضامن هذا اللي معروف علينا حنا كمغاربه، ولا صعيب تلقاه في شي دوله اخرى بهذه التلقائيه هذه. يوقع شي مشكل كلنا كنوضوا نتحدوا وكنتضامنوا بلا حتى شي سبب وبلا حتى شي هدف، ولكن الروح اللي فينا حنا كمغاربه وروح التعاون والمسؤوليه هي اللي كتخلينا نديروا هذا الشيء. وهذا التضامن هذا لا صعيب تلقاه في دوله اخرى كما كاين في المغرب. بنادم كينوض كيعاون سو بالقليل سو بالكثير. وحاجه اخرى اللي كتفرح بزاف هي التحرك السريع ديال رجال السلطات اللي بالزربه وفروا للناس فين يباتوا. تم فتح ملعب كريم الاحمدي وجهزوه بالخيام باش بنادم تلقى فين تنعس على راحته، واللي تم التجهيز ديالو بجميع المرافق الصحيه للاطباء للممرضين. وماشي غير هادشي، حتى الماكله سخونه وفروا حليب للدراري الصغار. وهادشي اللي خلينا نقولوا بلا الدرس اللي كان وقع في مدينه اسفي تفهم وتفهم مزيان. وغادي تسولني وغادي تقول لي واش صافي سال هذا الخطر، ولكن للاسف لا مازال. ولكن حسب مديريه الارصاد الجويه الاجواء باقا مخربقه، واخا تبان لك بعض المرات الصبا صافيه، ولكن الارض راه شبعات ما، واي قطره غتزاد غتبقى غير فوق الارض. والخطر الاكبر هو سد اللوكوس اللي واخا ما تصب الشتا راه مازال السيول وكتهبط من الجبال كتكب فيه. وهنا السلطات المحليه باش يتفاداو اي خسائر بشريه غادي يخويو المدينه كامله، غادي يطفيو الضوء ويقطعوا الريزو. ودوك الناس مساكن كل واحد فين مشى، المهم مقدمين لهم الرعايه الصحيه كامله. شي مشى لطنجه شي مشى لفنيدق، المهم فرقوهم على المدن ديال الشمال. وانا كنشوفها نظره استباقيه زوينه باش تخوي الناس من المدينه الا قدر الله وقعت شي كارثه وتهرس السد اللي كنطلبوا من الله ما يوقعش هادشي. راك ما غادي تخسر حتى شي خسائر بشريه. اما الطرقان والبني راه ماشي مشكل الا مشاو، خاصنا غير ما نخسروش ناس عندهم ناس عزاز عليهم
وباغيين يبقاو حدا بعضياتهم. كنتمناو دوك الناس السلامه وما يطرى عليهم والو، وكنتمنى منكم حتى نتوما دعوا مع دوك الناس باش ربي يفرجها عليهم، حيت راه ناس مشاو ليهم طونوبيلاتهم، مشاو ليهم ديورهم، مشاو ليهم شحال من حاجه. كاين اللي حاط سلعته في شي حانوت ومشات ليه كامله، كاين اللي حاط طونوبيلته وداها ليه الواد تهرسات، الله يرزق السلامه وصافي. وكيف ما كنقولوا تفوت غير الراس وتجي فين ما بغات، داكشي راه يتخلف مع الوقت. ونتمناو يكونوا شي تعويضات لدوك الناس مساكن، واخا هذه راه كارثه طبيعيه وما عندنا حتى شي واحد دخل فيها. غادي تقول لي حقا القوادات ما مسرحينش وحقا شحال من حاجه والبنيه التحتيه. شوف دول عظمى وكيطرو فيها كوارث طبيعيه، كيخسروا فيها ارواح وناس، بني ديور طوموبيلات، ولله الحمد حنا في المغرب استطعنا ما نخسروا حتى شي واحد. الروح عزيزه عند الله وخاصنا نحاولوا نحافظوا عليها. ونصيحه صغيره كنتمنى من الناس ديال القصر الكبير ما يبقاش يصوروا السدود، حيت داك الشيء راه كيوصل حتى لمتابعات قانونيه. المهم كنتمنوا السلامه لدوك الناس والله يفرج عليهم المساكن، كلهم خرجوا من ديورهم وكلهم فين دابا. حاولت ما امكن اني نلخص لكم هذا الشيء ونخليكم تعرفوا واش طاري دابا في القصر الكبير. ولا كنت اول مره تشوفني خلي معك متابعه باش تولي فرد من العائله ديال السروقي. المهم كانت هذه القضيه ديال اليوم، نشوفكم في قضيه جديده ان شاء الله.